مين اللي قال ان لابد في رمضان نعمل كحك ونشتري هدوء؟ مين اللي قال كده؟ واي انسان يطيق ان يجمع بين الكارثتين، كحك وهدوء وجزم، اما يبقى عنده 3-4 عيال. جوز الجزمة النهاردة ب10 جنيه، واحد بيحلف ان في جوز جزمة في شارع من شوارع القاهرة ب55 جنيه. مش عارف ده بيدخلوا يروحوا به الجنة ولا بيروحوا به جهنم، مش عارف ايه يعني ايه. الله يرحم ايام زمان، نهار الواحد ما كان ابوه يجيب له جوز جزمة، كان لما يمشي خطوتين يمسح الجزمة تاني من تحت، يقلعها ويمسحها ينضفها تاني. الله يرحم الأباب بتاع زمان، كان الواحد يلبس الأباب ويحط فريق في جيبه السبن، حته جلده ومسمارين، عشان لو الجلده انقطعت في وسط الطريق ما يحاولش على الميكانيكي ولا يروح وكالة البلح، لا ده معاه السبن، حته حجره ويدق الفرده تاني. ما توحد الله يا مسلم ولا اله الا الله.